إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا شيء قضاه ربنا سبحانه وحكم به وكتبه أنه يغلب هو ورسله سبحانه. أيها الناس، هذه الأمة كثيرا ما تتعرض للابتلاء، يمحص الله فيها المؤمنين من المنافقين، يميز الله فيها الخبيث من الطيب في هذا الابتلاء وذاك. ولكن نصر ربنا سبحانه دائما حليف عباده إذا وفوا بشرط النصر. إذا كان منهم شرط النصر كان من ربنا النصر. يقول ربنا سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال ربنا سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا أيها الناس وعد الله المحقق الذي لا يتخلف. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أحيانا يجيء الابتلاء في مواطن تزيغ فيها الأبصار، تبلغ فيها القلوب الحناجر، حتى يستبطئ الرسول فضلا عن غيره يستبطئون نصر الله. هذا يدلكم على شدة الكرب الذي ينزل. يقول ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. في الأحزاب، غزوة الأحزاب، تألبت قريش ومن معها من كفار العرب ومن طاوعها وشيعها من كفار العرب تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصروا المدينة في أكثر من 10,000 شخص. وهذا عدد كبير جدا جدا بالنسبة لذلك الزمن. ونقضت بنو قريظة العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من خلفهم ومن أمامهم، كما قال ربنا سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وحاصروا المسلمين أكثر من شهر، وكانت شؤون وخطوب. ثم ماذا كان؟ نزل نصر الله على عباده، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
وهذا صنع الله سبحانه في كل وقت. هذا وعد الله لم يعده للصحابة فقط، هذا وعد ربنا سبحانه لكل من حقق شرطه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أيها الناس، إن ربنا سبحانه أخبرنا أن دينه سيعلو الأديان كلها، وأن نوره سبحانه لا يقدر على طمسه أحد ولو تمالأ على ذلك الناس أجمعون. يقول ربنا سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول ربنا سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا قول الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا. وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. روى أحمد والطحاوي والبيهقي والحاكم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ليبلغن هذا الأمر أي الدين أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. هل تعلمون موضعا لا يبلغه الليل ولا يبلغه النهار؟ فكما أنه لا يوجد موضع لا يبلغه الليل ولا يبلغه النهار، لا يوجد موضع لا يبلغه هذا الأمر. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. هذا وعد ربنا، هذا وعد ربنا. وإن تظاهر علينا الجن والإنس، وإن تكالب علينا أهل الشرق والغرب، فهذا وعد رب أهل الشرق والغرب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يشتكي عضو في الجسد، تشتكي أيها الرجل أيها الإنسان ضرسك، فيتعب لذلك جسدك. سخانة في الراس، العظومة قاع مدهدين طايحين، كلك معقور، إنما هو ضرس. قد تشتكي ظفرا في أصبع رجلك تشتد لذلك حمى رأسك. هكذا مثل المؤمنين. يشتكي من هذا الجسد المؤمن، من جسد الأمة، عضو في أقصى الشرق فيشتد له حمى هذاك الذي في أقصى الغرب. روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن منزلة المؤمن من أهل الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الرأس لما في الجسد. فيا أيها الناس، من لم يألم لما ينزل لأهل الإيمان، من لم يهتم بما يقع بهم، من لم يهتم برفعه عنهم بما استطاع، ولو بدعوة في ركعتين في جوف الليل، ولو بدعاء تضرع إلى ربه وهو صائم عند فطره، ولو بأن يوصي أطفال الكتاتيب حافظة القرآن أن يدعوا لإخوانهم. من لم يهتم فلينظر محله من هذا الجسد، فلينظر محل دين الله في قلبه.
لا بد من أن تتمعر الوجوه، لا بد من أن تتغير لا بد من أن تتكدر النفوس، وهذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. فنسأل ربنا سبحانه أيها الناس ادعوا الله لإخوانكم، ونحن نعتذر إلى الله إذ لا نملك إلا هذا، وإنما يحاسب ربنا امرأ على ما يقدر عليه فتركه. فادعوا الله لإخوانكم، ادعوا الله لهم في سجودكم، ادعوا الله لهم في خلواتكم، ادعوا الله لهم في مواطن ترجون فيها الإجابة. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فنسألك يا ربنا أن تعز هذه الأمة بأمر من عندك تعز فيه أهل طاعتك، وتذل فيه أهل معصيتك، وتعلي فيه كلمتك يا قوي يا متين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، وانصر عبادك المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المستضعفين في بقاع بلادك كلها، أنت تعلمهم، من علمنا منهم ومن لم نعلم. اللهم اشف جرحاهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اجعل من قضى منهم شهداء عندك في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم اشف صدور المؤمنين من أعدائك وأعدائهم. اللهم أرنا يوما من أيامك في أعدائهم وأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.